يا صباح الخير مرة تانية. محدش سألني أنا ليه حاطط السماعات. أنا حاطط السماعات علشان أنا اكتشفت إن الفيديو اللي فات يعني كانت بتعمل صوت مش لطيف. أتمنى المرة دي يعني ما يكونش فيه صوت زي المرة اللي فاتت. والكاميرا أعتقد إن هي بقت مظبوطة عن زمان، وهو ده الوقت اللي أنا تقريبا الفترة الجاية هنعرف نتكلم مع بعض فيه وندردش. فيديوهاتنا يا جماعة هي أكثر للتحفيز، مش ان انت ازاي تبدا بقى في فيديوهات انا عملناها وفي ساعات اسئله بنرد عليها، بس انا شايف ان في ناس متخصصين افضل مني كتير، وفي مستشارين هجره وانا حاططهم في الوصف، في مستشارين تعليم برضه حاططهم في الوصف، فدي تقدروا تتواصلوا معاهم وتظبطوا الدنيا يعني. انا بس اللي بيضايقني حاجه واحده هنا بس، خليني ارفع انا اللي بيضايقني حاجه واحده بس هنا، هو الذباب مش عارف ليه بيستصدني يعني، بس مش لحاجه وحشه يعني، هو خلاص راح ساعات كده بيبقى عشان انا ماشي طبعا، فهو انا يعتبر بقتحمهم يعني. بس يا سيدي، اعتقد يعني ان احنا كده في الامان. الناس كلها طبعا الناس كلها بتجري، كل الناس بتجري، والساعه دلوقتي تقريبا 6:15 يعني، مش هقول لك الساعه 7 ولا 8. سبحان الله، انا دايما عندي قاعده في موضوع الصحيان بدري ده، وانتوا برضو صححوا لي وقولوا لي هي بتحصل معاك ولا لا. ان صحيانك بدري ده مرتبط عفوا، صحيانك بدري مرتبط بالبيئه اللي انت فيها، بالمكان اللي انت فيه. يعني انا فاكر لما كنت مثلا موجود في جده كنت بصحى متاخر، لما بروح الرياض مثلا بلاقي نفسي بصحى بدري. دبي نفس الموضوع، الشارقه برضو نفس الموضوع. استراليا لقيت نفسي حتى لو انا نايم الساعه 2 الاقي نفسي صاحي الساعه 4 الساعه 5، حتى ببقى مستغرب من نفسي هو انا فايق ليه كده. فبحس ان تحس كده ان في مش عارف تفسيرها ايه. لكن انا بحس الموضوع ده جامد قوي يعني. فانا ما اعرفش انتوا برضو بتحسوا الموضوع ده ولا الموضوع بيكون عندكم مش عارف يعني. حد يفسر لي. هلو. او يعني يقول لي انا صح او غلط يعني. بس وتعالوا بقى نشوف نكمل المسيره بتاعتنا كالعاده، ونشوف هنوصل لفين. وبس تعالوا يلا، انا هقلب الكاميرا. ما اعرفش انتوا شايفين الدنيا ورايا ولا لا، بس ان شاء الله تكونوا شايفين سامعين الصوت. انا مش عارف صوت النورس ده ولا صوت ايه بالظبط. بس تعالوا نقلب علشان نشوف الاجواء الجميله اللي احنا ماشيين فيها دي. يلا بينا يلا بينا يا باشا يا باشا، يلا بينا. يا تقوم في تذاكر، لا استنى لما تخلص الفيديو وبعدين قوم ذاكر. بس هي كده الاوضاع بقى. تعالوا انا هحاول ان انا اشيل المايك علشان مش عارف عشان ايه، بس خلينا نشيل المايك علشان المشكله بس ان واحد وهو ماشي دايما بيكون فيه النفس بتاعه طالع يعني. طبعا رجاله المونتاج طبعا مش محتاج اوصيكم، طبعا احنا خلاص بقى يعني كبرنا دلوقتي وبقينا عارفين ايه اللي احنا المفروض نعمله يعني. وانا متضايق كمان ان انا معايا ميه، والميه دي كل شويه صوتها بيطلع في التلفزيون، فمعلش اعذرونا بقى يا جماعه. احنا بنحاول ان احنا نجود في المنتج يعني على قد ما نقدر يعني. في واحد هناك اهو في الميه، انا مش عارف انتوا شايفينه ولا لا، اللي هو التجديف يعني. دي برضو من ضمن الرياضات، بس معظم الرياضات هنا هي رياضة المشي والجري. طبعا بالنسبة لنا احنا المشي يعني. ودي الحاجات بقى اللي هي طبعا الريسايكلينج يعني الحاجات اللي هي محتاجة انها تعمل اعادة تدوير، والزبالة اللي هي العادية. ودي الاجواء في منطقة، شايفين المحيط مفتوح كده اهو في الاخر. اعتبر نفسك ان انت في يسموه ايه، في التفرعة بتاعت مرج البحرين يلتقيان في راس البر، اسمها اللسان.
اعتبر نفسك في اللسان كده يعني. بس يعني ان شاء الله يعني تكون هذه الجولة الجميلة ممتازة وحلوة ومناسبة معاكم. وهيجي لي واحد في الكومنتات كالعادة: ايه يا عم انت بتقول، يا عم ايه الهبد اللي انت بتقول؟ يا اخوانا قلنا مليون مرة، قلنا مليون مرة انا فيديوهاتي مش بتاعت انت لو عايز تاخد الفيديوهات اللي هي بتاعت 1 2 3 والولايات روح للدكتور محمد كمال. انا فيديوهاتي انا كده بحب ان انا ده سهل عليا، والا ان انا مش هعمل فيديوهات خالص. سهل عليا ان انا امشي في الشارع، وسهل عليا ان اتكلم واوريكم لو في اي تجارب جديده انا بعملها هوريها لكم، على اساس ان هي تحفز الناس، وعلى اساس الناس تشجع، وعلى اساس الناس تتبسط. يعني انا متارجت الناس اللي بتذاكر انجليزي يا جماعه من الاخر كده. والناس اللي هي مقدمه على دعوات ومنتظره دعوه بشجعهم واحفزهم، والناس اللي هي منتظره الجرانتات، والناس اللي هي هتيجي في المستقبل، لان انا في حاجات لسه هتكلم فيها هي خاصه بس بالايه بوقت الوصول فقط يعني. فعلشان كده يعني ممكن ما تلاقيش كل اللي انت محتاجه، على الرغم ان احنا عاملين برضو فيديوهات ونجاوب على ريلز وحاجات زي كده. بس فلو انت هنا موجود علشان يعني تاخد فكرة وتتبسط معانا كده، وتشوف الناس الجميلة مثلا زي القعدة ديت مثلا بتصطاد سمك وكده، اوكي. لو انت بقى عندك مشكلة في المحتوى فعادي يعني اقفل او ما تعملش سبسكرايب اصلا يعني احنا لن نؤذي بعض في شيء يعني. بس انا كده كده الفيديوهات ديت انا بعملها علشان بوثق لنفسي الرحلة بشكل كامل. في يوم من الايام بحب دايما انا على فكرة يعني، حتى انا بتفرج معاكم على الفيديو اللي بينزل وبعتبر نفسي ان انا فانز لنفسي. انا ما اعرفش ده جنون ولا ايه، بس سبحان الله يعني بحس ان انا بشوف نفسي بشخصية مختلفة تماما وانا بتفرج وانا بتكلم يعني. بس يا سيدي طبعا نتمنى ان النفس ما يكونش طالع بشكل يضايق الناس، لان انا طبيعي بمشي فلازم يكون في نفس يعني. والمايك للاسف الشديد حساس قوي 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 قوي. بس يا سيدي ومن هنا ايها الساده والسادات، ولا ايه، ايها الساده والسيدات نحن على الكورنيش نيوكاسل، او مش المينا اللي هو بيسموها يا اخي والله الواحد في حاجات كتير بتفوت عليه في مسميات. طبعا مش محتاج اقول لك ان انت يعني مرحله البي تي اي دي حماده، ومرحله ان انت تيجي هنا وتبدا تتعامل مع الناس باللغه الانجليزيه ده حماده تاني خالص يعني هتلاقي ارقام وحاجات يعني كلام مش مفهوم اطلاقا، ولكن كلنا كده ده واضح. بص ان الذباب يعني مش بيمسكني انا بس، هو تقريبا انت بتدخل على منطقة من المناطق بتاعته وفجأة يعني انا ماشي قدامي ست كبيرة كبارة ماشية 5 6 7 دبانات فواضح ان انت لما بتخترق المنطقة بتاعتهم هم بيقرفوك شوية في المناطق بتاعتهم يعني. لكن حتى الذباب آمن. بصوا بقى، انا اول فيديو انا افتكرت دلوقتي، انا كنت جاي معدي الطريق اللي هناك ده، كنت في البنك بتاع الكومنولث وكنت لسه بستكشف، كنت مبسوط وبدأت اجي اصور هنا. انا فاكر اللون ده لسه موجود، اول فيديو تقريبا اللي هو بتاع البنك، ما اعرفش ده كان اول فيديو ولا لا، بس تقريبا هو يعني اول يوم انا صورت فيه، وكان هو الشكل الجميل اللي انتوا شايفين ده. وكان في ناس هنا بقى بتبقى المطاعم، ناس بتاكل وتشرب وبتستجم يعني. ف حاجة جميلة أول لما أنت تمر على حاجة أنت مشيت فيها قبل كده وتكتشف إيه ده المكان اللي أنا جيت فيه يعني. الناس اللي بتجري دي رغم إن هي بتتألم بس بتجري عشان هم عندهم ثقافة الرياضة هنا والصحة دي، حاجات زي الأكل والشرب. هنا ما ينفعش يقوم من السرير يدخل حمام ياخد شاور يلبس قميص ويروح على الشغل. الكلام ده كلام غير منطقي هنا بالمرة.
لا لازم يقوم من الساعة 4 الفجر، لو شغله الساعة 7 4 الفجر تلاقيه بيروح لابس ونازل، يجري له نص ساعة، يجري له ساعة، يرجع يفطر، ياخد الشاور بتاعه وينزل الشغل بتاعه. طبعا الكلام ده عندنا هناك يعني في بلادنا يعني وكده. في ناس طبعا اكيد بتعمل الكلام ده، بس نادرا. طبعا ده بيدخل فيه كذا عامل صراحه يعني، برضه عشان ما نظلمش البلاد يعني. الجو بيفرق، والحر بيفرق، والبرد بيفرق، واللاندسكيب بيفرق، وكل حاجه بتفرق. انا فاكر اهو، كنت جيت قعدت هنا، طلعت هنا كده ورحت قاعد هنا، وكانت ذكرى جميله بصراحه يعني. في حاجات انا كده بفتكرها لاول مره لما انا جيت عملت هنا وبدات اصور فيديوهات. كانت حاجه جميله بالنسبه لي بصراحه يعني. ف يعني بص يا ابني، ما انت هتذاكر يعني هتذاكر، انا مش هسيبك الا لما تذاكر، ومش هسيبك الا. عايزين نقابل الناس يا جماعه، عايزين نقابل الناس، تعالوا عايزين نشوفكم، شدوا حيلكم عشان نتقابل هنا كده ونصطاد مع بعض وناكل ايس كريم مع بعض وبتاع. ما هتذاكر اعمل لك ايه؟ مش عايز تذاكر ما تتفرجش علينا في القناه. قوم ذاكر، خد لك جرعه تحفيز وتظبيط، وبعد كده ايه، قوم ذاكر. ايه ده؟ في هناك كلب، كلب جميل قوي، مش عارف هتشوفوه ولا لا. هناك اهو، ايوه الكلب الجميل. يا دنيا، يا سلام يا سلام يا سلام. كله بيجري يا جماعه، والله الواحد وهو ماشي بيحس بالعجز، ان هو ايه ده، هو الواحد ليه ما بينزلش كل يوم يجري شويه ويعمل رياضه كده بس ان شاء الله يعني نحاول الفتره اللي جايه دي في ان احنا يعني نمشي ونجري، يمكن نخس شويه يعني ان شاء الله. و هي دي هنا لايف ستايل يعني، هو دي طبيعه حياتهم كده. ده راجل قالع كده يجري يعني. المفروض ان احنا في الربيع وداخلين، المفروض ان احنا على الصيف. الجو كان حر اليومين اللي فاتوا دول، بس يعني دلوقتي كويس يعني. انا امبارح على سبيل المثال كنت نزلت عندي مشوار، فدرجة الحرارة صدفتني يعني للأسف الشديد ان انا وقفت في مكان، والمكان ده كان درجة الحرارة فيه 41 او 42 درجة مئوية. بصراحة كنت حاسس ان انا موجود في السعودية. كان موجود فيه شوية هوا وكده، لكن لا كان صعب. هنا بقى ان لو طلعت هتلاقي بقى ايه، هتروح على وسط البلد بالشكل ده كده. ايه يا دنيا، هو انا عامل 4K 24 فريم. طيب المونتاج بقى يصحح لي نعملها بقى 60 فريم، بس 60 فريم دي هتبقى ايه، هتبقى فظيعة. تعالوا نشوف. انا دخلت كده على المكان الجميل ده، مش عارف اذا كان ممنوع ان انا ادخل فيه ولا لا، بس يعني انتوا سامعين صوت السفن، شايفين المنظر. هي دي المفروض المناظر المريحة للنفس والأعصاب والدماغ والقلب، تنسيك أي مشاكل، تخليك تردم على أي ماضي وتفكر في الحاضر والمستقبل. يا دوم فز ذاكر على، يلا عيب عليك، يلا عيب على شنبك. قوم ذاكر، انا دايما بقول قوم ذاكر، وانت كمان قوم ذاكري يعني. لو انت زوجه او يعني حتى انت المين ابليكانت، قومي ذاكري انت كمان يعني. الطبيخ مش هينتهي، والاكل والمدارس مش لازم برضو تدخلي الحاجات دي كلها في وسط في وسط الكلام الجميل ده. هنا بقى في حاجه عايز اقول لكم عليها، اليمين شمال والشمال يمين. يعني احنا في الممشى احنا المفروض بنمشي على ناحية اليمين. يعني انا المفروض امشي هنا، تمام. ده لو انا مثلا في السعودية او في مصر، المفروض ان انا ايه، اخد
اخد المسار ده. لكن هنا في استراليا انا باخد الايه، المسار اللي هو الايه، على الشمال. وطبعا ده بينطبق على العربيات وبينطبق على كل حاجة تقريبا. تمام. حد يجي يقول لي الله ده اسمه كلام هندسة. والله يا ابني يعني انا زي حالتك كده كنت ساعات بتصدم وانسى ان انا المفروض امشي على الشمال، والاقي نفسي ماشي على اليمين، وفجأة كده يقابلني واحد انا ما ببقاش عارف اعمل ايه يعني. عارف انت اللي هو لحظة التصادم، الراجل بيتصدم ويقف، وانا كمان زيه برضو بتصدم واقف. فاللي هو ايه ده اللي هو ازاي يعني؟ الكلام ده كلام كلام كبير قوي يا فندم والله. بس يعني لكن مع الوقت يعني خلاص انت بتتعود ان خلاص كل حاجة عندك شمال، والشمال يمين واليمين شمال، فبتتعود يعني. بس يا سيدي الاول انا ما كنتش على فكرة فاهم يعني انا العربيات معروفة عشان خلاص الدركسيون بتاعك قلب بقى من ناحية اليمين، لكن المشي انا ما كنتش واخد بالي منه خالص. يعني انا خلينا نقول كده اتعلمته بالتجربة يعني. بس فانا بقوله لك عشان بس ايه، عشان ما تفضحناش بس لما تيجي. طب انت عارف ان انت الباش مهندس قال على كل حاجة. ها اللي اقول لي هندسة امشي يمين ولا امشي شمال؟ امشي شمال. امشي شمال، مش شمال في الحياة يعني. ما تمشي ماشي على المشي دايما ايه، امشي شمالك ما تمشيش ايه، ما تمشيش يمينك. خلاص كده احنا وصلنا تقريبا 20 دقيقة، وخلاص كده انا الجولة هنا النهاردة انا هحاول انهيها بالفيديو ده علشان اركز يعني ان احنا نوصل بقى البيت